السلام عليكم، ازيكم يا احلى بنات؟ ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس. طبعا النهاردة روتين غير عادي. شايفين المنظر؟ كل دي العاب. العيال عمالة تلعب بالالعاب وانا يطلع عيني. اتفرجوا على المنظر. شايفين بلم ازاي؟ يا لهوي. خلوا بالكم المكعبات دي لما بتدخل في رجل حد دمار يعني. كل شويه يشتروا العاب العاب العاب، مضيعين كل فلوسهم ومصاريفهم على الالعاب. شايفين مبهدلين الدنيا. حتى اكل الشيبسي على الارض. عمال الم في الالعاب الم في الالعاب اهو زي ما انتم شايفين، هنا وهنا وهنا. ويا ريت حتى ما بيرموش، لا ده بيتلموا بعد نص ساعه بيرموا تاني. لكن روتين صعب صعب. روتين اتحدى فيه الكسل. انا ما كنتش عايزه اقوم ولا اشتغل، لكن قلت لا هقوم واشتغل. شايفين عمال الم في الالعاب. سبت الالعاب ورحت للترابيزه. شايفين منظرها؟ طبعا هلم كل اللي عليها. والله بيعملوا اكتر من كده. حاسه اني خدامه هنا ليهم. اتفرجوا، 4 اطفال بس شياطين عفاريت، ربنا يحميهم ويحفظهم. زي ما انتوا شايفين هبدأ ألم كل ده. عايزة أنصح كل واحدة، كل ست، مهما كان المنظر، مهما كان عيالك أو أطفالك بيعملوا، لا اشتغلي، اتحركي. تحدي الكسل، ما تكسليش. لا النهارده يعني مثلا غسلتي حوض، غسلتي نظفتي ترابيزه، لمعتي دولاب، عملتي اي حاجه. يعني كل يوم حاجه بسيطه بسيطه بسيطه. بعد كده على اخر الاسبوع هتيجي تلاقي كل حاجة عندك نظيفة وزي الفل. لكن لو سيبنا كل حاجة ونقول لأ دي مش هتنضف، منظرها مش حلو، طب وإيه اللي هينضفها؟ ما هي بتتوسخ تاني. لا هتفضل زي ما هي. فاحنا لازم نتحدى الكسل ونقوم. ومهما كان المنظر، مهما كان الوضع، نعمل كل يوم حاجة بسيطة. يعني ممكن نعمل كل يوم مثلا لو غسلتي بطانية النهاردة، بكرة مثلا غسلتي سجادة صغيرة، نظفتي الحمام، نظفتي المطبخ. هيتوسخ تاني، بس هو ده روتين الحياة. هي الدنيا كده، هي الدنيا كده على طول. احنا عايشين علشان نبهدل وننظف. زي ما انتوا شايفين ما سبتش المنظر كده، لا نظفت الترابيزة اهي. طبعا ما عرفتوهاش بعد ما اتنضفت، مش هي خالص. زي ما انتوا شايفين بقت فلة. بعد كده هعمل ايه؟ هروح للغسيل. لا شلت الاول كرتونة الالعاب. شلت كرتونة الالعاب المنيلة دي، شلتها. وشايفين تحتها السجادة زفت. طبعا هبدأ اكنس السجادة دي، هكنسها كويس. وبعد كده هشيلها وانفضها واكنس تحتها واحطها تاني. طبعا ده بيت العيلة، فهم مخليينه زفت. 4 اطفال مخليينه زفت، بينزلوا كل يوم بيفضلوا يلعبوا ويبهدلوا فيه، فعشان كده مش بينضف. زي ما انتوا شايفين بدأت هلمها كويس. وهم حتى رجلهم باينة، أثار رجلهم باينة، بيروحوا يجوا الأطفال. هلمها وهكنس تحتها وهنفضها وهحطها تاني. هجيب المكنسة وهكنس وهحط السجادة مرة تانية. أنا عايزة أقول لكم مهما كان الروتين صعب، تحدوا الكسل، تحدوا الكسل، تحدوا الكسل. تمام؟ محدش يكسل. لا ما اظنش اني، انا عارفه اني يعني في ناس كتير عندها شغل صعب، بس مش شايفين اني انا هنا غرقانه في بحر شغل، في بحر تنظيف وكنس ومسح وتطبيق غسيل. شايفين الغسيل؟ كميه غسيل. احنا مش بنغسل في اليوم ثبت غسيل واحد بس، ده ممكن 5 و6. السطوح مليان غسيل، مليان غسيل. ممكن اطلع انشر 4 مرات، 5 مرات، 6 مرات، والم واطبق. انتوا شايفين بطبق اهو. طبعا هطبق الغسيل وهوقف الفيديو لحد ما اخلصه. هرجع لكم طبعا تاني اكون طبقت جزء من الغسيل، لان الغسيل ما بيخلصش. يعني انا هطبق دول وهطلع على السطح هجيب غسيل تاني وانزل اطبقه تاني. زي ما انتوا شايفين
كميات رهيبة، والله كميات رهيبة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك علشان اوريكم الروتين الصعب، الروتين اللي بجد مش اي كلام. طبعا مش شقة انهم ننضفها ونلمع، لا ده روتين. انا حاسة اني في الجيش والله. اشتغل في الجيش، شايفين؟ يعني شغل رهيب. عايزة كل واحدة وكل ست تتحدى نفسها وتتحدى الكسل. ما تجيش على صحتك، ما تجيش على نفسك، لكن قومي وتحدي الكسل. كل يوم اعملي حاجة بسيطة، اعملي حاجة بسيطة خالص، وذاكري لولادك واعملي اكلهم وشربهم. بس مع كل ده اعملي حاجة تخلي الشقة تنور او بيت العيلة ينور. طبقت طبعا كل الغسيل وهبدأ ادخله، وهروح اعمل لكم حاجة تانية. المواعين، شايفين المواعين؟ هبدأ اغسل لكم المواعين طبعا زي ما انتم شايفين. مواعين هي مش كمية طبعا النهاردة مواعين، لاني غسلتهم الصبح، دول شوية بس. زي ما انتم شايفين بغسلهم، هبدأ اغسلهم كويس عشان اخلص منهم وابدأ اشوف شغلانة تانية. كل ده عملته في ساعتين بس، يعني ساعتين بس عملت فيها كل ده. كنت بذاكر للولاد الصبح، بعد كده خبزنا عملنا عيش، بعد كده طبعا بدأت انضف. الروتين اليومي، الروتين الشاق، الروتين اللي طلع عيني، ولكن بفرح لما اشوف منظر حاجة اتغيرت للأحسن. هي مش للأحسن قوي لان الظروف على كد الحال طبعا، ولكن يعني تغيير كويس، تغيير اللي هو للأحسن للأفضل. لما البيت يكون نظيف وهادي ومرتب ورايق أحسن بكتير لما يكون مبعتر ومبهدل. لا، نقوم نعمل حاجة بسيطة، ساعة بس في اليوم، ساعة للتنظيف أو ساعتين للتنظيف، وبقى اليوم خليه ليكي ولولادك. اطبخي مثلا في ساعة ولا في 2. أنا مش بعمل كميات طبعا لأني كل يوم بطبخ، لا، اعملي نظفي، خلي وقت ليكي برضو ولنفسك. بدأت أغسل الحوض. طبعا الحوض الاستانلس ده انا بحب اغسله بكلور، لما بغسله بكلور بحسه نور والله. هتشوفوه طبعا بعد ما انا هغسله. بدأت اغسله بكلور، حاطه حبه كلور في الطبق ده وبغسل بيها، وهتشوفوا الحوض بعد ما غسلته بكلور مش هتعرفوه. هتقولوا مش هو ده الحوض اللي كان في الاول، لا غيرتيه ولا ايه؟ لا، هو طبعا غسلته. مش هيحتاج تغسليه كل يوم، انتي غسلتيه النهارده بكلور، ممكن بقى الاسبوع الجاي تغسليه برضو بكلور عادي تاني، فهيبقى نظيف معاكي. هتبدأوا تشوفوا شكله بعد الكلور. عمالة اغسل فيه. الكلور بيخلي الاحواض الاستانلس دي فله. انا بدأت معي الفكرة لما كانت كورونا، كنت بدأت اعقم بالكلور، بدأت لقيت ان الكلور بينظف الاحواض الاستانلس وبيخليها ترجع جديدة. شايفين الحوض بتاع غسيل الايدين والوش؟ بصراحة مش منظر، ولكن هتكملوا معي الفيديو وهتشوفوا هيبقى ازاي. انا بتحدى الكسل، بتحدى نفسي، بتحدى ارادتي، بتحدى ظروف الحياة. فياريت ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، لان ده طبعا مش اول تحدي ومش اخر تحدي. لسه في تحديات تانية ولسه في اماكن تانية هنضفها لكم، هطلع لكم وهعمل لكم فيديوهات ليها، هتشوفوا حاجات يعني هبهر فيها ازاي طبعا ان شاء الله باذن الله. شايفين حوض الوش بدات اغسل فيه، بستخدم كل حاجه بستخدم فيها الكلور هنا، لان الكلور بينظف جدا. وملح الليمون طبعا بينظف، والخل بالكربونات بينظف، ولكن في الاحواض بالذات انا بحب استخدم الكلور. هتشوفوا النتيجه، يعني نتيجة حوض غسيل الايدين ده او حوض الوش زي ما بنقول هتبقى مذهلة طبعا معاكم. شايفين انا نضفته ازاي؟ شايفين منظره كان في الاول ازاي؟ نضفته الا حد ما بقي زي الفل وحلو جدا. يعني لو كل يومين نضفتيه هيبقى فله معاكي. بعد كده طلعت على السطح، قلت ايه على السريع الم الكراكيب دي. البلاستيك حطيته على جنب والحديد والمعدن على جنب، طبعا لما يجي بتاع البلاستيك هبيعه او هرميه اخلص منه، والكرتون والورق وكل الزباله دي ولعت فيها. طبعا عايزه يعني الروتين بتاعي يفرق، عايزه البيت يتغير، عايزه مثلا بعد شهر لما اصور لكم فيديو تاني تقولوا لا ما كانش كده، لا ده السطح بقي زي الفل، لا ده البيت بقى زي الفل. لا، عايزين كلنا نتحدى الكسل، عايزين كلنا نشتغل، عايزين كلنا ما نقعدش، لا النهارده نشوف عندنا ايه ونعمله.
لا هقوم وهشتغل وهتحرك وهشوف عندي ايه وهعمله. ما اقعدش كده واستنى مثلا بيتي مش نظيف او مكاني مش نظيف، لا هتحدى معاكم الكسل. طبعا كل الكراتين والبلاستيك اللي ملوش لازمه واللي كان فيه عرايس وبواقي العاب ولعت فيها زي ما انتوا شفتوا. بس السطح لسه ليه فيديو تاني كبير لان السطح كبير جدا وما كفاهوش الوقت ده، وانا عندي برضو يعني مرتبطه بحاجات تانية كتير اعملها، فانا اديته مثلا ربع ساعه او نص ساعه اشتغلت فيه، لميت فيه الزباله على جنبه وبدات اولع فيها. بدأت طبعا يعني عايزاكم كلكم تبدأوا من النهارده، يلا قوموا ابدأوا معايا ويلا نتحدى بعض، واكتبوا لي في الكومنتات عايزيني اعمل ايه تاني، وما تنسوش لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس.